خلصنا فطار بره البيت ورجعنا البيت تاني. هنشوف بقى هنعزم مين. واول عزومه معروف بابا وماما وحمايا وحماتي. العزومه دي ممكن تكون عزومه واحده وممكن تكون عزومتين. لو العيله كبيره هنعزم اهلي لوحدهم واهل جوزي لوحدهم، ولو العيله صغيره هنعزمهم الاتنين مع بعض، ودي تبقى العزومه الكومبو. ودي احسن عشان تبقى عزومه واحده ضمنا الاتنين مع بعض وهلك يوم واحد. دي بقى تبقى يا نهايه الاسبوع الاولاني يا بدايه الاسبوع التاني. انا بقول لك يا عروسه يا جديده عشان تبقي واخده بالك من الاصول. سامعاني يا ميرنا؟ انا عارفه ان الظروف دلوقتي مش احسن حاجه، بس ما ينفعش نلغي عزومات رمضان. هي دي الحاجه الوحيده اللي بتحسسنا برمضان، بس ينفع نقتصد فيها. بدل ما نعمل 3-4 انواع بروتين نعمل نوعين بس، يا لحمه وبانيه يا فراخ وكفته. ده بالنسبه للبروتين. خلصنا البروتين نيجي للنشويات. كل الناس الكبيره بتحب الرز، وانا اهو بنقي لكم الرز ومعاه شويه خضار. وانا في برنامج 1000 طبخه وطبخه عملت لك كبسه بالفراخ، ممكن تعمليها وكل الناس بتحبها. روحوا اتفرجوا على الفيديو وارجعوا لي تاني نكمل هنعمل لهم اكل ايه. خلصنا البروتين والنشويات والخضار، هندخل بقى على الحلو. الحلويات اللي معروفه في رمضان كنافه وقطايف وجلاش. اللي بتعرفي تعمليه اعمليه، واللي ما بتعرفيش اتفرجي على 1000 طبخه وطبخه برده، انا عامله هناك القطايف كان طعمها حلو قوي. ونصيحه ليكي يا ميرنا اللي لسه متجوزه جديد، اوعي تعملي القطايف بتاعت حبيبه. الناس الكبيره في السن بتحب الروتين وبتحب الاكل التقليدي اللي هو اكل القاروبه. وطبعا نسيت اقول لكم على شويه العصاير اللي هتعملوها، صوبيا وكركديه وتمر وعناب وخروب وقمر الدين. كل الناس بتحب العصاير دي في رمضان. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، ما تصرفوش كتير قوي ولا تتعبوا نفسكم قوي، لان الناس الكبيره كل هدفها لما تيجي تتعزم عندك انهم يشوفوكم مبسوطين ومتهنيين في بيوتكم، وهم مش عاوزين اكتر من كده. هم عايزين القعده الحلوه وشويه الشاي بالنعناع وطبق القطايف. وفري بقى مجهودك وتعبك لايه؟ لعزومه السلايف، العزومه الكبرى، وهقول لك عنها الفيديو الجاي. وما تنسوش تبعتوا لي في الكومنتات هتعملوا ايه في عزومه بابا وماما.